صديق لسيدنا النبي ذات مرة: يا رسول الله، إني خلقت العرب والعجم فلم أجد أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال: صلوات ربي وتسليماته عليه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق سيدنا النبي، فقالت: كان خلقه القرآن. وسئلت ام معبد الخزاعية حينما تصف سيد البشرية لزوجها فتقول: إنه رجل ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق أحلى الناس وأجملهم من قريب وأبهى الناس وأشملهم من بعيد، غصن بين غصنين فهو أنظر السلاسة منظره. لقد من الله على النبي محمد بجمال الخلق، لقد من الله عليه بحسن الصورة، فوالله ما عرفت الأرض أحلى ولا أبهى ولا أجمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. لقد زينه الله بكل الصفات الحميدة الخلقية في البشر. زين سيدنا النبي بالحلم والعلم والصدق والأمانة والأناء والرحمة والعفة والعبودية. لقد زينه الله تعالى في آية واحدة جامعة مانعة قاطعة. قال رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. نطقت ذراع الشاة قائلة لك: دعني ولا يقرب طعامي فاك. نادت عليك غزالة في قيلها: طه أغثني قد وجدت شباكا. والجزع حن إليك من أشواقه وبكى البعير بدمعه وأتاك. والضب يشهد أن طه المصطفى، والضب يشهد أن طه المصطفى وحصى الأراضي يسبح في يداك. أعطاك ربي يا حبيبي نصره، الله أكبر في السماء لواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الأماجد، مشاركة لعموم أسر وعائلات آل حجاب الأكرمين، مشاركة الأستاذ عطية إبراهيم عطية حجاب مع المستشار ضياء إبراهيم عطية حجاب، مولانا الشيخ أسامة محمد علي حجاب، حج سمير أبو حسيني، مشاركة أيضا الأستاذ محمد عبد الرؤوف، مهندس تحسين نجيب علم الواجب، استاذ حازم ابو الشافعي، استاذ بشير الشافعي. عموم اسر وعائلات آل حجاب الاكرمية يتقدمون باسمى ايات الشكر لكل من شارك واجب العزاء. على المستشار خالد ابو زغلول اشكر السادة المحامين على عموم مركز ومدينة يحيى وعلى عموم محافظة الشرقية وعلى عموم جمهورية مصر العربية التي أتوا إلى واجب العزاء مع المستشار ضياء أبو حجاب. أيها الإخوة الأماجد، شاكرا لعمد القرى المجاورة والسادة الذين حضروا لأداء واجب العزاء للأسرة والعائلة الكريمة. أيها الإخوة الأماجد، عود كريم إلى ساحة
سماحة القرآن الكريم حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، من حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. شاكرا أيضا الحاج عبد الواحد تلاوة قرآنية مباركة معطرة يتلوها على مسامع حضراتكم علم التلاوة فضيلة القارئ الشيخ رضا حلمي حجاب علم التلاوة وأمير النغم في فن وتجويد القرآن الكريم. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم لا خلاص. قطرة من فضل جوده تملأ الأرضية ونظرة بفضل رضاه تجعل الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا قال في قوله قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وهكذا ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلا علينا القارئ الكريم صاحب الصوت الشجي النبي فضيلة القارئ الشيخ رضا حلمي محمد علي حجاج شاركة لعموم أسر وعائلات الراحل الكريم جميعا مشاركة الأستاذ عطية إبراهيم عطية حجاج مع المستشار ضياء إبراهيم عطية حجاج مولانا الشيخ أسامة محمد علي حجاج مهندس تحسين أبو نجيب محمد عبد الرؤوف السمير أبو حسيني شاركة الأستاذ حازم الشافعي والأستاذ بشير الشافعي حج علي أبو متولي كل عموم أسر وعائلات الراحل الكريم عن المستشار خالد أبو زغلول يتقدمون بأسماء آيات الشكر كل
ممن شارك واجب العزاء. شاكرا الأستاذ عبد الله أبو سليم علم الواجب. شاكرا أيضا الأستاذ السيد عادل عفيفي. شاكرا أيضا الأستاذ ماهر عفيفي والوفد المرافق مع سيادته. وشاكرا أيضا لعمد القرى المجاورة والقادة الشعبيين والقادة السياسيين أصحاب الواجب. شاكرا لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية عميد مقاول فراشة بالشرقية الذي قبل وجمل هذه الليلة المهندس حماد علي عبد المنعم بالمحمودية. شاكرا الأستاذ عاطف أبو جمعة صاحب الواجب. مهندس مسعد الجوهري. شاكر لرواد الخدمات الفندقية في هذه الليلة والمتنقلين عبر الشرقية وجمهورية مصر العربية المتر عبد المنعم الظواهري. مصور هذه الليلة هو البث المباشر لعميد مصوري عمالقة قراء الإذاعة المصرية مهندس محمد الجوهري السفير بالمحمودية. باسم عموم أسر وعائلات آل حجاب الأكرمين أعلام الواجب يشكرون عمد القرى المجاورة والقادة الشعبيين والقادة المستشارين على عموم الشرقية وجمهورية مصر العربية الذي جاءوا لأداء واجب العزاء للأسرة والعائلة الكريمة. أيها السادة شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم والبقاء والدوام لله.